رسميا بادو الزاكي يتولى تدريب منتخب النيجر. أعلن اتحاد النيجر لكرة القدم الخميس عن تعاقده رسميا مع المدرب بادو الزاكي لقيادة المنتخب النيجري لمدة سنتين ابتداء من فاتح دجنبر 2023. وأوضح بلاغ الهيئة الكروية بالنيجر الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه أن العقد الذي يجمع الناخب المغربي مع اتحاد النيجر لكرة القدم يسري إلى غاية 30 نوفمبر 2025 دون أن يفصح عن القيمة المالية للعقد. وأشار الاتحاد إلى أنه فضلا عن مهامه كناخب وطني ستوكل إليه مهام إعادة هيكلة وتنشيط الإدارة التقنية الوطنية والإشراف والمساعدة التقنية للمنتخبات الوطنية التي تخص الفئات الصغرى إلى جانب المساهمة في وضع لبنات وتسيير أكاديمية النخبة الوطنية. وحدد البلاغ أهداف الاتفاق مع الناخب الجديد لافتا إلى أن جامعة النيجر وضعت شروطا محددة على عاتق بادو الزاكي متمثلة في تأهيل منتخب النيجر إلى كأس أفريقيا المقبلة أو كأس العالم خلال فترة ولايته. كما وضعت جامعة النيجر الإطار زكريا إبراهيم مساعدا أول له، والتزمت مع الزاكي بتوفير كل الظروف الممكنة لتحقيق الأهداف المسطرة. وسجل البلاغ أن الاتفاق تحقق بمساهمة وزارة النيجر للشباب والرياضة والفنون والثقافة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي بادرت في بسط مجموعة من التسهيلات التي لعبت دورا جوهريا في إبرام هذا العقد. أولمبيك ليون يرغب في التعاقد مع نايف أكرد. وضع فريق أولمبيك ليون الفرنسي الدولي المغربي نايف أكرد لاعب ويست هام الإنجليزي في قائمة اختياراته من أجل تعزيز خط دفاعه في مرحلة الانتقالات الشتوية القادمة. وأوضح موقع 9 من الفرنسية أن ليون يستعد لإحداث ثورة كبيرة في صفوفه بعد النتائج السلبية التي يعيشها باحتلاله المركز الأخير في الدوري الفرنسي، ويأمل في إبرام صفقات قوية في المرحلة المقبلة. ومن بين الأسماء التي وضعها الفريق الفرنسي في قائمة انتداباته المتوقعة المدافع المغربي أكرد، الذي يعد من أفضل الصفقات التي يتطلع النادي لحسمها سواء في الانتقالات الشتوية المقبلة أو حتى في الصيف القادم. وحسب المصدر ذاته، فالعائق الذي بإمكانه عرقلة الصفقة هو أن عقد أكرد مع الهامرز يمتد إلى سنة 2027، وسيحاول ليون البحث عن صيغة للاستفادة منه. وكانت القيمة التسويقية لأكرد قد شهدت ارتفاعا ملحوظا هذا الموسم وفقا لآخر تحديثات موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين، حيث أصبحت 35 مليون يورو بعدما كانت في حدود 32 مليون يورو في الفترة السابقة. وكان أكرد قد وقع في كشوفات ويستنهام خلال موسم 2022 قادما إليه من رين الفرنسي بعقد يمتد إلى سنة 2027 مقابل 30 مليون جنيه استرليني. عملية جراحية تغيب صابري لمدة أسبوعين. أعلن فريق الفيحاء السعودي لكرة القدم الجمعة عن إجراء الدولي المغربي عبد الحميد صابري لعملية جراحية ناجحة على مستوى غضروف الركبة. وأوضح الفيحاء في بلاغ عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إكس أن صابري سيغيب لمدة أسبوعين بسبب العملية الجراحية. وشدد الفريق السعودي على أن متوسط ميدان الأسود سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي بغية تجهيزه للعودة إلى الملاعب في غضون أسبوعين. كما كشف الفيحاء أيضا عن غياب لاعبين آخرين لمدة 3 أسابيع بعد تعرض مخير الرشيد لتمزق في العضلة الخلفية، وإصابة أنطوني نواكيم بتمزق من الدرجة الأولى في عضلة الساق. تجدر الإشارة إلى أن الدولي المغربي عبد الحميد صابري كان قد وقع الصيف الماضي في كشوفات فريق الفيحاء السعودي لكرة القدم بنظام الإعارة لموسم واحد قادما من فيورنتينا الإيطالي.